يعني انا بعد اذن حضرتك، يعني انا اللي قلت له، انا اللي جبته. هو فيها مشكله يا ريس؟ ما فيهاش مشكله خالص. هقول لحضرتك نعمل ايه. صلي على النبي، زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. في مشكله يا ريس ان انت تعمل قمه عربيه؟ قمه عربيه يا جماعه، قمه العربيه، تعمل قمه عربيه. طبعا كل الوطن العربي بيحترم حضرتك، واضمن للراجل ده، قصدي الدكتور بشار، يعني ان هو ما حدش يعمل له حاجه في مصر. ممكن اروح له يا دكتور وانت على ارض مصر؟ ما حدش يقدر يكلمك خالص، متقلقش. ده لو الرئيس ضمن. صح؟ مش مصر هي بلد الامن والامان؟ ده لحقن دماء بني وطنك اللي هم اخواتنا السوريين بس. وعلى فكره اوعوا تفتكروا ان انا بقول دوت عشان انا متضايق من وجودهم في مصر، لا 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 خالص، على راسنا من فوق. مش السوريين وبس على فكره، اي جنسيه واي شعب هو ليه في البلد دي، وده قدرنا. عشان الكبير ما بيبقاش كبير غير بالفعل، واحنا فعلنا كله الحمد لله يا ريس كويس. ينفع يبقى في قمه عربيه فيها الدكتور بشار الاسد؟ ايه المشكله يا جماعه ان كل العرب يتجمعوا؟ ده حتى لو بشار مشي في الهرم في مسيره ضد الارهاب هيبقى اهون بكتير قوي من نتنياهو اللي مشي ضد الارهاب. ماين يا دكتور وحكم عقلك. مش ربنا اداك عقل برضو ولا ايه؟ اكيد ربنا اداك عقل، وانا ما بدخلش في قراراتك وفي مشاكل بلدك. انا بقول لك ممكن الرئيس يتوسط بشكل بس. ولا ايه يا جماعه؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الحل ده يا ريس؟ ينفع نحل الموضوع ده بشكل دبلوماسي يا ريس؟ اصل ما فيش حل نافع وكله عمال يشوط. وبصراحه يعني معظم الناس بتتكلم في موضوع سوريا والسوريين على استحياء كده ومكسوفين يا ريس. مكسوفين من ايه؟ ادي رئيس وادي زعيم، وممكن نعيد الكرة من اول وجديد وافكركم باللي حصل ما بين الرئيس الاسبق مبارك والملك عبد الله ودكتور بشار. مفيهاش حاجه خالص يا ريس، صح؟ عايزين نخلص القصه دي يا دكتور، عشان هي لازم تخلص، صح؟ بعد اذنك يا ريس، الفقره ديت ممكن تكون يعني بتروح وبتيجي وبتروح وبتيجي، اسمها الرئيس الضيف. يعني بما انك زعيم الوطن العربي فحل مشاكلهم بقى. اه والله ده عشان الانسانيات. انا هطلع فاصل وهرجع لكم بسؤال الحلقه، ركزوا.